طبعا مفيش شك ان في حاله من الاستياء وحاله من الغضب عند جمهور نادي الزمالك بسبب الاداء السيء او الشكل اللي ظهر عليه نادي الزمالك امبارح قدام زيسكو. حاله غضب من المدير الفني، حاله غضب من اللعيبه، من الاداء عند الجمهور وعند مجلس الاداره. عشان كده في قرارات يعني الناس كانوا تراجعوا عنها، ولكن بداوا ان هم يرجعوا في كلامهم وبداوا ان هم بالفعل يفكروا فيها، الا وهي المدير الفني. خلينا نرحب بحضراتكم وما ننساش الدعاء للكابتن محمد صبري، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. وما تنسوش طبعا الدعاء للكابتن احمد رفعت والكابتن ابراهيم شيكا والكابتن ايهاب جلال، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. وربنا يا رب ينصر اخواننا في السودان وفلسطين. طيب، عاوز ابدا مع حضراتكم الاول من عند المدير الفني لنادي الزمالك. يمكن كنا طلعنا اتكلمنا وقلنا ان خلاص الناس يعني قال لك ان كابتن احمد عبد الرؤوف بنسبه كبيره هو اللي هيكمل، ولو خد السوبر المقام في الامارات ورجع الكابتن احمد عبد الرؤوف ممكن ان هو يتعامل له عقد، يعني يكمل الموسم ويتعامل له عقد بسنتين مع نادي الزمالك. ولكن للاسف واضح ان الليله كبيره على الكابتن احمد عبد الرؤوف، مفيش فكر جديد ولا في فنيات ولا في شغل مع الفرقه، فالناس كانت استبعدت فكره المدير الفني. ولكن الفكره بدات ترجع وتنطرح مره تانية داخل نادي الزمالك وبقوه، وبالفعل الناس بداوا يتحركوا. وفي بعض الاسماء المرشحه اسماء اجنبيه واسماء مصريه. خليني اقول لك على بعض الاسماء المصريه المرشحه ان اي حد فيهم يكون هو المدير الفني لنادي الزمالك القادم. من ضمنهم الكابتن مؤمن سليمان، اسمه مرشح وبقوه داخل نادي الزمالك، وجون ادوارد بالتنسيق مع مجلس الاداره طبعا بيفكروا في الامر ده. خليني اقول لك ان من ضمن الاسماء المصريه المرشحه لتولي القياده الفنيه داخل نادي الزمالك الكابتن مؤمن سليمان، الكابتن طارق مصطفى، الكابتن ايمن الرمادي. ولكن خليني اقول لك ان الكابتن ايمن الرمادي الكفه بتاعته هي الاكتر، يعني الناس داخل مجلس الاداره عاوزين الكابتن ايمن الرمادي. جون ادوارد نفسه قال لك لو في اسم مصري فانا بتمنى ان يكون الكابتن ايمن الرمادي، بس عايزين نشوف موقف البنك الاهلي، هل البنك الاهلي هيستغنى عن الكابتن ايمن الرمادي ولا لا؟ اذا ان خلال التوقف الدولي ده بنسبه كبيره وارد انك تشوف مدير فني جديد لنادي الزمالك، سواء بقى ان كان مصري او سواء ان كان اجنبي، لان الكابتن احمد عبد الرؤوف للاسف الفرقه بتقع معاه. يعني الفرقه مع الراجل اللي هو العجلات اللي كان قبل منه اللي هو فريرا ده يمكن كانت الفرقه احسن شويه، ولكن مع الكابتن احمد عبد الرؤوف انا شايف نادي الزمالك بلا هويه بلا شخصيه، اداء سيء، اداء مرعب للجمهور، اداء مخلينا احنا كلنا قاعدين مش مطمنين ماسكين قلبنا بايدينا، مش عارفين نادي الزمالك عاوز ايه، هو رايح فين، هو جاي منين. مفيش حاجه فنيه انا بشوفها او جمله بتتعمل في ارضيه الملعب. ده بخصوص المدير الفني. اما بخصوص بقى استقاله او تهديد بالاستقاله لاعضاء مجلس الاداره او لبعض اعضاء مجلس اداره الزمالك، لان في بعض الاعضاء مؤيدين الاستقاله وبعض الاعضاء قال لك لا احنا مش هنستقيل ورافضين الامر ده. من ضمن الناس اللي مؤيدين الكلام ده وبقوه هو الكابتن حسين لبيب. اما من ضمن الناس اللي هو بيقول لك لا انا رافض فكره الاستقاله هو الاستاذ او المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك. طيب ده في حاله ايه؟ في حاله ان الارض بتاعت نادي الزمالك ما رجعتش، لان الناس قلقانين، الناس قلقانه خصوصا بعد التصريحات بتاعت وزير الشباب والرياضه وحكايه حتى لو الارض ما رجعتش في ارض تانية بديله، في ارض تانية جديده نادي الزمالك هياخدها. طيب حضرتك دلوقتي هنا الزمالك لو خد ارض جديده هل ده هيحل الازمه؟ لا. ليه؟ في حاجه هتتعمل زي تصريحات زي تراخيص، في لسه رسومات جديده هتتنفذ، في شغل جديد وحاجات تانية اكيد لك لسه هترجع من بدايه الصفر. طب في حاله ان الزمالك اساسا الدنيا خربانه فيه، الزمالك واقع مفيش فلوس، فالناس متخوفه من الامر ده، فعشان كده قالوا ان الارض لو ما رجعتش احنا هنقدم استقالتنا. ده بخصوص الاستقاله او التهديد بالاستقاله لاعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. ولكن مش كل الاعضاء زي ما قلت لحضرتك، في بعض مؤيد ان احنا لا هنستقيل لو الارض ما رجعتش، وفي البعض بيقول لك لا احنا رافضين الفكره ديت، اكيد في حلول تانية احنا ممكن نشوفها. ايه حكايه بقى
احمد عيد. ولكن خليني اقول لك، او اقول لك على حاجه قبل ما اقول لك على احمد عيد. في لعيب اسمه سيبيال او سيال ماكريكيس. سيبيال ماكريكيس، اللعيب ده بيلعب، مش عارف بقى انا بقول اسمه صح ولا بقوله غلط. اللعيب ده بيلعب في النادي اللي الاهلي جايب منه محمد علي بن رمضان. اللعيب ده معاه 6 جنسيات، من ضمنهم الجنسيه المصريه. انت متخيل؟ اللعيب ده بيلعب باك رايت، لعيب مكسر الدنيا، لعيب قوي، لعيب حاجه يعني ما شاء الله. خصوصا ان اللعيب ده حضرتك لو انت جبته سواء بقى اهلي سواء زمالك ايا كان، مش هيكلفك مقعد اجنبي، هيتأيد لعيب محلي، لان بقول لك معاه الجنسيه المصريه، معاه 6 جنسيات، معاه من ضمنهم الجنسيه المصريه. الاهلي بدأ ان هو يدخل في اللعيب ده بالفعل. الاهلي بدأ يدخل في اللعيب ده بالفعل، خصوصا ان هو مش هيكلفه او هيغرمه زي ما قلت لك مقعد اجنبي، بجانب احمد عيد. ايوه زي ما سمعت حضرتك، احمد عيد اللي هو هدف نادي الزمالك. احمد عيد اللي هو ابن الزمالك، اللي هو لاعب المصري حاليا. احمد عيد اللي مش راضي يجدد مع المصري وعاوز يرجع للزمالك. ولكن الاهلي بدأ يدخل في القصة بتاعت احمد عيد بالفعل، وبدأ يكون في تواصل وفتح خط اتصالات مع اللعيب ومع الوكيل بتاعه ومع النادي المصري. طيب واحد هيقول يا عم ما الاهلي كده اهو بيدخل يخطف اللعيبه بتاعت الزمالك. هقول لحضرتك حاجه، نادي الزمالك او مسؤولين نادي الزمالك دايما يدخلوا يفتحوا خط مفاوضات وخط اتصالات مع اللعيب ومع الوكيل بتاعه، وهنجيبك وهنعمل، واللعيب عاوز الزمالك وبص زي حامد حمدان كده. ولكن انت بتنام في الخط خلاص شويه، الزمالك خلاص بيقرب، الزمالك هيجيب والزمالك هيعمل، الزمالك هيخلي، وهوب ابص الاقي الزمالك نام في الخط. ايه يا عم الحاج ما خلصتش ليه؟ اصل ما فيش فلوس. انت بتهزر يعني؟ خلاص احنا بنخلص في، لا طب انت اتفاوضت معاه واتكلمت معاه، اتكلمت مع الوكيل بتاعه، خلاص وهنجيبك وانت معانا، وكل يوم والتاني جون ادوارد يكلمه او اي حد داخل مجلس الاداره يكلم اللعيب ويكلم الوكيل بتاعه، خلاص انت معانا انت، وهوب نلاقي الناس نامت. ونيجي احنا نقول الاهلي بيخطف اللعيب ليه؟ عشان احنا اصلا، انا مش عارف، انا مش عاوز اغلط في حد، مش عاوز اغلط في حد. واحد هيقول لي يا عم ما هو ما فيش فلوس وبتاع، ما هو ايه السبب اللي ما فيش فلوس؟ ما هو العيب عند مين؟ ما هو العيب عند الناس دي، العيب عند الناس اللي متواجده داخل نادي الزمالك. الاهلي بدأ يدخل بالفعل في قصه احمد عيد، زائد اللعيب اللي انا بقول لك عليه ده اللي هو سيبيال ماكريكيس ولا سيال ماكريكيس، ده اللعيب اللي معاه الجنسيه المصريه. وبالمناسبه اللعيب ده ممكن ان هو يلعب لمنتخب مصر، يعني ممكن يلعب لمنتخب مصر. الاهلي بالفعل دخل في مفاوضات معاه، ودخل في مفاوضات في مفاوضات مع احمد عيد. انت فين يا عم الزمالك؟ بالمناسبه اللعيب ده كان مطروح على نادي الزمالك او كان معروض على نادي الزمالك، ولكن ما حدش اتحرك، ما حدش اتحرك، ولا حد فكر في مصلحه نادي الزمالك. يعني معلش، انت رحت جبت لي بارون اوشنج، انت مقعده، مقيد تحت السن، ولكن انت مقعده. لعيب زي ده لو كنت انت جبته ما كانش هيكلفك فلوس كتيره، كنت هتقدر تجيبه حتى لو بالقسط زي ما انت جايب اللعيبه اللي انت جبتها ديت. ولكن في فرق بقى، في هنا ناس شغاله وناس جاهزه ان هي تدفع وتخلص، وفي هنا ناس نايمه في العسل، ناس تقول لك خدنا الارض المحروقه، خدنا. طب انتوا بقالكم سنتين قاعدين، عملتوا ايه؟ فين الفلوس؟ فين فلوس ممدوح عباس اللي اكتر من 800 مليون جنيه اداهم لكم للزمالك؟ فين فلوس الرعايه والبث وفلوس العضويات والاشتراكات وفلوس الكونفدراليه وفلوس السوبر الافريقي؟ فين الكلام ده كله؟ فين القروض اللي انتوا خدتوها؟ فين غرامه كهرباء؟ مش عارف كل ده فين. لا، قضايا جديده تانية بتنضاف على نادي الزمالك، ونيجي احنا نتفاوض مع اللعيب ونفتح خطوط اتصالات وهنجيبك وانت معانا وهتخلص وهتعمل، ونبص نلاقي الاهلي هوب خطف اللعيب وخلع. حقه اي فرقه او اي نادي عاوز يكون قوي، يا باشا انا شايف اللعيب ده انا مصلحتي معاه، لا انا هجيبه، انا هجيبه. ما هو انت اللي مش بتخلص، او انت اللي بترمي اللعيب بتاعك، زي امام عاشور ما انت اللي رميته وما راح جابوه. زي زيزو انت فشلت في اداره الملف ده، لا بعته وخليت الزمالك استفاد بتاع 300 مليون جنيه، ولا جددت له، في الاخر مشي بلاش، وفي الاخر شكيك عايز منك فلوس.
وتيجي تلوم اصل الاهلي بيخطف اللعيبه. ما هو انت اللي ما حافظتش عليه. احمد عيد اللي بص انا عايز الزمالك وعاوز ارجع وعاوز مش راضي يجدد للمصري، وانت ابننا وانت هتيجي وفي الاخر انت نمت في الخط، قفلت الباب. ونيجي الاهلي خطف احمد عيد. زي حامد حمدان اللي قاعد يتمرغ في الارض وانا الزمالك وعامل اضراب على الفرقه بتاعته وقطع الفرقه وما كانش رايح تدريبات، وفي الاخر انت فصلت والاهلي بدا يدخل في القصه. انا شايف ان انا احتياجات اللاعب ده فهو بيدخل في القصه. ما هو انت اللي بتدخل واللاعب شريك. المشكله ان اللاعب شريك بس انت مش بتخلص. انت مش بتخلص. فامور بجد يعني حاجه مستفزه. مش عارف بجد يعني نادي الزمالك راح فين او الناس ده عايزه ايه بجد. مش عارف بجد والله العظيم. يعني انا مش عارف الناس ده عايزه ايه من الناس دي. لو جايه اصلا تخرب نادي الزمالك او جايه معاها خطه ان هي تدمر الزمالك مش هيعملوا اكتر من اللي هم بيعملوه. وانا مش عاوز ان انا اسيء النيه. انا ما فيش حد عاوز تاريخ يتكلم عنه وحش، ولكن هم يا جماعه نادي الزمالك كبير عليهم. هم مش قادرين يديروا الدنيا داخل النادي. هم فاشلين. زائد ان اساسا الكل منشق عن بعضه، سواء رموز، سواء مجالس ادارات سابقه، سواء حتى الجمهور. حتى احنا منشقين للاسف، شويه مع فلان شويه مع فلان شويه مع فلان. اعلامنا ضعيف، اعلام الزمالك ضعيف مش قوي، في انشقاق، في حاجه غلط. فالطبيعي ان انت هتفشل، انت كمجلس اداره هتفشل. ولكن انت كان معاك الصلاحيات وكان معاك حاجات انك تكون قوي وتكون واقف على رجلك. زي الفلوس اللي انا قلتها دلوقتي، هي فين؟ انا مش هطول على حضراتكم اكتر من كده. بتمنى تشاركوني برايكم في التعليقات، وبتمنى تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من جمهورنا العظيم. واللي مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك كل فيديوهاتنا القادمه. شكرا لكم، السلام عليكم.